خلي بالكم يا جماعه، النهارده هكلمكم في موضوع مهم جدا جدا لكل الناس، ومفيد جدا جدا، هيفيدكم افاده رهيبه جدا، وهيفيد كل البشريه بالذات المصريين، ومش هيخلي حد يستغلك، سواء بقى كدكتور النهارده عشان تروح تعمل كشف عند دكتور. طبعا عادي هتروح تكشف عند الدكاتره وكل حاجه، بس عشان بس تاخد استشاره مش عارف بيعمل لك بكام، عشان تاخد استشاره من محامي مش عارف برضه يعملها لك بكام، وممكن معلش انا اسف، زي ما في محامين كويسين وفوق دماغنا من فوق، في محامين برضه بيستغلوا وبيشغلوا دماغهم على الناس، والناس طبعا تعبانه. فالموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده ده يا جماعه انت هتستفيد منه كتير جدا جدا، ويا ريت تشير الفيديو دوت لغيرك، لان في افاده كبيره جدا. الموضوع ببساطه يا جماعه، عارفين برامج الذكاء الاصطناعي اللي هي على جوجل وفي الجي بي تي، وفي الفرنساوي وفي الايطالي وفي الامريكي وفي الصيني اللي هو الديب ديسك الجديد، في كذا ابلكيشن. انا دلوقتي مثلا كان عندي مشكله في قضيه مثلا سرقه كهرباء، ومعايا صوره المحضر، فمش عارف اعمل ايه. قمت عامل ايه؟ قمت مصور القضيه لبرنامج الجي بي تي، وقلت له لو سمحت اديني حيثيات البراءه، واديني حيثيات الادانه، واديني ايه بالمواد بتاعتها. لقيته فعلا قام كاتب لي البراءه وكاتب لي كل حاجه. حضرتك عندك مثلا لا قدر الله وده وارد، اي قضيه في اي محكمه او اي حاجه، تقدر ان انت تصور القضيه بتاعتك وتبعتها على برنامج الجي بي تي، وتقول له اكتب لي حيثيات البراءه واكتب لي حيثيات الادانه. مش بس كده، حضرتك لو محامي لسه مبتدئ مثلا تقدر ان انت تعتمد على البرنامج ده. حضرتك كل اللي بتعمله ان انت بتصور القضيه بتاعتك وبتبعتها للبرنامج، وتقول له مثلا اعمل لي مثلا حيثيات البراءه، مثلا اعمل لي مثلا تظلم عند النائب العام، بتلاقي البرنامج يقوم عامل لك تظلم عند النائب العام. اي حاجه بتقولها له يقول لك اعمل مثلا ادرس لي القضيه كويس، او هات لي مثلا ايه مثلا الثغرات فيها، هتلاقي البرنامج يقوم جايب لك الثغرات فيها، وانت كل اللي عليك ان انت صورت له القضيه بس، ما عملتش حاجه اكتر من كده. وهو بقى بيفر لك القضيه بحالها، ويديك كل الثغرات اللي فيها، ويكتب لك حيثيات براءه، ويكتب لك مذكرات كمان. لو انت قلت له اعمل لي مذكره مثلا، هتلاقيه عامل لك مذكره. اعمل لي مثلا الاحاله بتاعتها، هتلاقيه عامل لك الاحاله بتاعتها. رهيب يا جماعه، الدنيا بتتقدم من غير ما تروح حتى لمحامي. اديك انت يا باشا حطيت القضيه، صورتها وحطيتها له، هو بقى بيفنطها لك ويقول لك القضيه دي صعبه ولا سهله ولا ايه الدنيا. وخلي بالك مش هينافقك ولا هيضحك عليك ولا هيشتغلك، مش هيعوز بقى اللي هو ايه يقوم ساحب منك فلوس. لا، انت يا باشا بتديها البرنامج ويقول لك القضيه دي صعبه فعلا او سهله او تقدر تتحل او لا. بعد كده بتاخد قضيتك بقى وتقوم رايح مثلا للمحامي، بس خلاص كنت انت فهمت الدنيا فيها ايه، وتقدر تتكلم معاه وانت فاهم. كذلك برضو بالنسبه للدكاتره. حضرتك النهارده انا لما عملت برنامج مثلا، انا كان عندي زي ما قلت لكم قبل كده اللي هو ضعف في مقياس السمع عندي، فعملت مقياس سمع ليا. فانا ايه يعني، انا عايز قبل ما اروح للدكتور اشوف الدنيا فيها ايه. قمت فعلا مصور، وقمت مدخل على البرنامج الجي بي تي او اي برنامج ذكاء اصطناعي، قمت مصور له الايه المقياس السمعي بتاعي، وقمت حاطه. كان معايا مقياس قديم، قمت برضه مصوره له، وقمت اديته له، وقلت له لو سمحت اعمل لي مقارنه ما بين المقياس ده والمقياس دوت، وقول لي يعني هات لي اعمل لي تقرير كامل على الحاله بتاعتي، هل الحاله ديت فيها ايه وايه المشكله. فعلا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، اول ما بعت له الصوره لقيته فعلا ام محلل المقياس دوت والمقياس دوت، وام مديني وكاتب لي تقرير. انا ساعه ما كنت بعمل الحركه دي كنت انا قاعد بره عند الدكتور، فانا عملتها كنت قاعد بسلف، وقمت عاملها وقمت قاري التقرير وفهمته جدا. وقلت لما اشوف بقى هل فعلا المقياس دوت والتقرير اللي كاتبه لي البرنامج الجي بي تي دوت او البرنامج الذكاء الاصطناعي زي اللي الدكتور هيقوله لي ولا في اختلاف. وفعلا بعد ما دخلت للدكتور لقيت الدكتور يمكن ما قاليش ربع اللي قاله لي البرنامج. لقيت ان البرنامج اداني معلومات واداني حاجات الدكتور ذات نفسه والله ما قالها لي، مع انه ايه دكتور استشاري. يا ريت يا جماعه تشيروا الفيديو دوت للناس كلها، لان هيبقى فيه افاده لناس كتير، وهيوفر فلوس كتير قوي. وانا عارف اللي هتشتم فيه طبعا، معلش انا اسف، يعني الدكاتره ممكن تشتمني فيه، المحامين ممكن يشتموني فيه، بس مش مهم، يلا كله فداء الوطن. تحياتي للجميع.